متابعي قناة جيد فيزا، أهلا وسهلا بكم في هذا الفيديو الجديد. احنا اليوم السبت 4/5/2024. في هذا الفيديو غادي نشوفوا جديد مواعيد فيزا شنغن بمركز BLS تطوان. كما كتشوفوا على الشاشة احنا دابا راه داخلين معطلين، دابا 1:51. نشوفوا على الله واش كاين شي مواعيد، ولكن ليسونسيال هو نشوفوا المواعيد فين واصلين. اكسبت، شوفوا قنصلة تطوان، شوفوا كاين هاد لويت، واش كاين شي توقيت. توقيت ما كاينش، سي نورمال، حنا داخلين معطلين. نعاودو نشوفو، غلق. المهم الناس اللي كيسولو BLS تطوان راه حلو لو 6 لو 7 لو 8 لو 9 اي لو 10 ماي، 6 7 8 9 10 ماي. شحال من نهار؟ 1 2 3 4 5 أيام. بكل صراحة الناس اللي كيدخلوا في التوقيت المحدد والمناسب هو 10 صباحا، أكيد غادي يتمكنوا من حجز المواعيد ديالهم. هذه عن تجربة، كتدخل في التوقيت المحدد راه بدون روبو أو سكريبت راه يمكن لك تحصل على الموعد. راه كيبان لي انا دوك لي روبو راه ما خدامينش الا الخفه ديال الناس تكون خفيف في الكلافي ديال لورديناتور بدون اي سكريبت او روبو يمكن لك تحجز الموعد ديالك، يمكن لك توصل لجميع المراحل. حنا دخلنا شويه معطلين، انا الغرض ديالي بغيت نبين فقط للمتابعين ديالي التاريخ اللي واصلين ليه BLS تطوان. ها هو مواد ماي فاتحين حتى اللوديس. هادشي اللي كاين في هاد الفيديو. نصيحة نعاود نكررها، الناس اللي كيبغيو يشدو المواعيد يدخلوا مع 10 صباحا، كيتحل الموقع غادي تمكن من حجز الموعد، ما يحيدولك حتى شي واحد، وتكون شويه متريني على السيت. المهم ماشي متريني، غير خفيف في الكلافي، و داكشي راه ساهل. راه كيبان الناس كيبان لهم صعيب حجز الموعد، راه هو ساهل ويمكن لك تحجز بكل سهولة. حنا دابا راه لحد الآن كنهضر معكم، دابا وصلت 1:54. هاهي كما كتشوفوا قنصلة تطوان فيزا شنغن. هنا فاش كنديرو اكتياليزي راه يقدر غيرجعك للموقع من المرحلة الأولى. إخوان، فقط في هذا الفيديو بغيت نبين لكم فين واصلين المواعيد، فضلا وليس أمرا. الناس اللي مازال ما اشتركوا في القناة يشتركوا في القناة
باش تشجعونا على المزيد من العطاء فيما يخص مواضيع السياحة والسفر وجديد المواعيد. إلى هنا ينتهي هذا الفيديو. دمتم بخير وإلى اللقاء في فيديو آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.